تخيل انك تفني حياتك كلها بتدافع عن المحكوم عليهم بالاعدام، وفجأة تصحى تلاقي نفسك انت اللي لابس البدلة الحمراء ومستني دورك في الاعدام. ديفيد جيل استاذ جامعي محترم واشهر مناهض لعقوبة الاعدام، بيتحول بين يوم وليلة للمتهم الاول في ابشع جريمة اغتصاب وقتل، وقدامه 3 ايام بس وتنفذ فيه حكم الاعدام. وامل الوحيد صحفية هي اصلا مقتنعة ان هو مذنب، فيا ترى هو قاتل بدم بارد ولا ضحيه لاكبر خطه عشان تسكته وتدمره؟ فالنهارده جاي اكلمك عن فيلم مش مشهور خالص رغم ان بطله هو كيفن سبيسي، وهتشوف فيه احلى بلوت تويست. والفيلم هو ذا لايف اوف ديفيد جيل. الفيلم بيبدا بواحده عماله بتجري في الشارع، بتفضل تجري كده وفي ايدها زي تسجيل فيديو وعايزه توصل المكان باقصى سرعه، فبتقابل عربيه بتحاول انها توقفها بس السواق ما بيساعدهاش وبيسيبها وبيمشي. وفي ساعتها الفيلم بقى بياخدنا فلاش باك ورا شويه لواحده قاعده في شركه صحافه واعلام، وبتلاقي ان الاخبار شغاله ان المحكمه رفضت الغاء الاعدام على المدرس المتهم، وان هو خلاص هيتعدم يوم الجمعه الجايه بتهمه اغتصاب وقتل زميلته اللي معاه في نفس الجامعه، وهما الاثنين بيدرسوا في نفس الجامعه. والغريب كمان ان الاثنين كانوا اصلا عاملين منظمه ضد حكم الاعدام، فهو دلوقتي اللي محكوم عليه بالاعدام. فالست اللي قاعده بتتفرج على الاخبار دي بتتصل بسرعه بواحد وبتقول له انت شفت الاخبار؟ حكم الاعدام خلاص هيتنفذ يوم الجمعه الجايه. والمحامي بتاعه كلمني وقال لي ان هو عايز يقابل بنت معينه من عندنا، هيقابلها 3 مرات بس، يوم الثلاث ويوم الاربع والخميس، لان حكم الاعدام هيتنفذ في يوم الجمعه. فالبنت المطلوبه دي بتخش وتقول لها اشمعنى بقى عايز يقابلني انا بالذات؟ فهي بتقول لها ما اعرفش، المحامي بتاعه هو اللي اختارك انت بالذات وهتروحي تقابليه. قالت لها بس انا خايفه، ده راجل محكوم عليه بالاعدام بتهم زي دي وانا اقعد اتكلم معاه، فقالت لها ممكن يكون بريء. فردت عليها قالت لها بريء، بريء. بعدين بقى بيروحوا يقابلوا رئيس الشركه وبيقولوا له ان المحامي بتاعه طلب ان الصحفيه دي اللي هي بيتسي هي اللي تروح تقابله مخصوص. فرئيس الشركه بيرد يقول لها انا مش عايز المقابله دي ومش عاجبني الموضوع ده راجل متهم انه مغتصب وقاتل وعايز يقابل واحده ست، وانت بصراحه جميله وحلوه، فانا حاسس ان الغرض مش مجرد ان هو يقعد يتكلم معاكي وخلاص، الغرض ممكن يكون حاجه جنسيه. فهي بتعصب بتقول له هو انا يعني دلوقتي ما بقتش صحفيه خلاص بقيت اداه جنسيه من وجهه نظرك؟ قال لها انا ما قلتش كده بس انا خايف عليك. قالت لا، هو عايزني انا وطالبني بالاسم ولازم اروح اعمل المقابله دي، الراجل خلاص هيتعدم يوم الجمعه. فالست اللي معاها بتحاول تقنعه وتقول له احنا كده هنضيع مقابله لاكتر واحد مشهور دلوقتي في امريكا عشان تفكيرك ده. فلا خلاص بس هيروح معاك الواد المتدرب الجديد. فهي بتتضايق بس ما بتلاقيش حل تاني غير انها تعمل كده وبتوافق. فهي بقى راكبه مع الواد المتدرب دوت ورايحين في العربيه، فهي بتبدا تقول له تفاصيل الجريمه، ان هم لقوا السائل بتاعه جوه جثتها وبره الجثه كمان، ولقوا كمان انها كانت مربوطه باكياس على دماغها وحتى بصماته كمان موجوده على الاكياس دي. فهو بيقول لها طب ما ممكن تكون الاكياس دي كانت موجوده اصلا في البيت قبل كده، ده هو بيته يعني، وهي صاحبته كمان فبصماته اكيد موجوده عليها. فهي بتقول له هو انت بتدافع عنه ليه؟ الراجل ده خلاص هيموت وممكن اصلا يكون يستحق حكم الاعدام ده. فهو يرد عليها بيقول لا اصل فكري بالعقل كده، الراجل قاعد نص عمره بيدرس وعنده اشهر كتابين نشرهم باسمه وعنده عيله وفلوس ومراته كمان حلوه وابوها هو السفير في اسبانيا، فايه اللي يخليه يعمل حاجه زي دي؟ فبتقول له ما اعرفش. بعدين بقى هم بيكملين في العربيه في نص الطريق، العربيه بتعطل منهم فهم بينزلوا بيلاقوا ان العربيه سخنه جدا. فهو بيقول لها عم العربيه تيجي انا هروح اعمل حمام هنا واجي على طول. وهو بيخش الحمام بتعدي عربيه تانية راكب جواها راجل مش باين ملامحه بس لابس طاقيه زي بتاعت اللي هم الكاوبوي دول، واقف وقفه مريبه جدا بالعربيه بتاعته. فهي تبص ناحيه الولد وتنادي عليه وتقول له تعالى بسرعه تعالى بسرعه. فهو اول ما بيجي الراجل بيقوم مدور عربيته وماشي من قدامهم بسرعه. تاني يوم الصبح بقى بيتقابلوا في مطعم صغير، فهي بتلاقي ان هو بيقرا برضه الكتاب بتاع الراجل المحكوم عليه بالاعدام. فهي بتقول له على الصبح كده تعمل حاجه زي دي؟ الله الراجل ده عبقري جدا، الراجل ده كتابته كل تفكيره سليم جدا، ازاي يعمل حاجه زي دي؟ ازاي يعمل جريمه عشوائيه بالطريقه دي؟ فبتقول له انا ما اعرفش ايه سبب دفاعك عنه قوي كده، انا رايحه دلوقتي اصلا اعمل مقابله وقدامي 3 ايام وهمشي تاني، يعني ده مش تحقيق اصلا ده مجرد مقابله. فبيرد عليها بيقول لها ما تفكريش نفسك عشان مشهوره فانت تعرفي تمشي كل حاجه على مزاجك. قالت له الشهره اللي انت بتتريق عليها دي هي اللي مخليها راجل زي ده يطلبني انا بالاسم، فيلا بقى عشان نلحق المقابله. فهم بيروحوا السجن وبيخشوا يقابلوا كمان المدير بتاع السجن، فبيقعد يعرفهم على المكان وبيقول لهم ان هنا عندنا في ولايه تكساس حكم الاعدام شغال لسه عادي، وعندنا هنا مساجين كتير كمان عندهم حكم الاعدام، وخدوا بالكم يعني وانتوا داخلين جوه ما تقربوش من المساجين قوي، يعني الناس اللي هنا مجنونه اصلا شويه لحد فعلا ما بيخشوا جوه خالص وبيقابلوا المحامي بتاعه، فبيسلم عليهم ويقول لهم يلا عشان تيجوا تقابلوا الراجل بتاعنا. فعلا بيروحوا يقابلوه، واول ما بتشوفوا اللي هو ديفيد جيل ده بتسلم عليه وهو بيسلم عليه، فالمحامي بيقول لهم بقى انا هسيبكم وامشي بس احب اعرفك الاول ان المقابله دي هتبقى 3 مرات بس، 3 ايام اللي جايين كل يوم هيبقى فيه ساعتين بس، طبعا مش هيبقى معاكي تسجيل صوت ولا اي حاجه، انت بس هتكتبي مجرد ملاحظات في النوت اللي معاكي
وبياخد الواد المدرب معاه وبيسيبهم يخرجوا. فبقى البنت بتقعد قدامه وبتقول له امال مراتك فين؟ قال لها بصي قبل ما يبدا اي حاجه بلاش وانت معايا تتكلمي عن مراتي او ابني، لان ده مش الموضوع المهم اللي احنا بنتكلم عليه، خلي العيله دي بره الموضوع خالص وانا هكلمك عن اي حاجه تانية. فبتقول له طب اشمعنى اخترتني انا؟ قال لها عشان انا عارف ان انت بتعرفي تخبي الاسرار اللي بتسمعيها من الناس اللي هم اللي زيي، فلما اجي احكي لك عن حاجه ابقى عارف ان انت هتحفظي السر ده ومش هتطلعي لحد. فبتقول له انا فعلا مشهوره بحاجه زي دي. فبقول لها عشان كده انا اخترت ان احنا نتكلم. فبتقول له خلاص تحب نبدا منين؟ فهو بيقول لها هبدا معاك من ازاي بعد ما كنت رئيس قسم الفلاسفه في جامعه تكساس لحد ما وصلت لهنا. هنا بقى الاحداث بترجع فلاش باك وبنشوفه هو قاعد بيدرس لطلبه في الجامعه وبيشرح لهم الفلسفه، والطلبه اصلا بيبقوا مبسوطين منه جدا لانه بيشرح بطريقه خفيفه وبامثله وبيهزر معاهم وهم بيقعدوا يهزروا ويضحكوا معاه، لحد ما بتخش بنت متاخره عن المحاضره فبتقول له انا اسفه وبتقعد مكانها. وبعد المحاضره ما بتخلص والكل بيخرج البنت دي بتروح تقول له انا اسفه اني اتاخرت، بس انت عارف ان حياتي الفتره ديت متلخبطه شويه وبيحصل فيها مشاكل، وانا بصراحه عايز انجح ومستعد اعمل اي حاجه عشان انجح. فبيبص له كده وبيكرر الجمله بتقول له اي حاجه، فهو بيبص لها نظره خبيثه كده وبيقرب منها خالص بيقول لها اي حاجه اي حاجه، فبتقول له اي حاجه. فبقول لها لو انت عايزه فعلا تنجحي في كل اللي المفروض تعمليه انك تقعدي وتذاكري، وبيسيبها وبيمشي. طبعا البنت بتصدم بالكلام ده لان مش ده اللي كانت عايزه تسمعه خالص. لما بيخرج بقى بيقابل زميلته اللي هي معاه في الجامعه بيقول لها ايه اخر الاخبار في الحوار بتاعنا؟ فبتقول له في ناس كتير بيتكلموا والقضاه برضه لسه مصممين على كلامه، وفي 3 الاسبوع ده محكوم عليهم بالاعدام، وده حاجه كبيره، بس برضه لسه في ناس دماغها ناشفه وشايفين ان هو ده المفروض يحصل عشان ماشيين بمبدا العين بالعين ومن قتل يقتل. بتكمل كلامها وبتقول له ان في حفله النهارده بالليل نتقابل هناك الساعه 10 ونكمل كلامنا. فبقول لها تمام هحاول ان انا اجي. وبيروح بيته وبينيم ابنه الصغير وبيقول له لسه 4 ايام امك تيجي من اسبانيا وانا ههتم بيك لغايه ما هي تيجي. فعلا بيلبس وبيروح الحفله، وهناك بيتقابل مع الدكاتره واساتذه الجامعه اللي معاه لحد ما البنت اللي كان عامل معاها الموقف الصبح اسمها برلين بتيجي تاني وتقول له حاسه انكم بتتكلموا عليا، هو انت كنت عارف ان الموضوع الرساله اللي جت لي في الطرد بتاعي؟ فقول لا ما كنتش اعرف انا لسه عارف دلوقتي. فبتقول له تمام وانت مش حاسس بالذنب دلوقتي؟ فقول لا مش حاسس بالذنب وممكن تبقى دي حاجه ليك عشان انت تصالحي مع نفسك. فبتقول له بس انا خلاص كده اتطردت من الجامعه طردوني. فهو ما بيهتمش بكلامها وبعدها بقى بيروح يقعد مع اصحابه ويقعدوا يشربوا ويسكروا لحد ما بيقوم يروح الحمام عشان يغسل وشه. فهي بتخش وراه البنت دي وبتقفل باب الحمام. فهي بتقول له دلوقتي انا خلاص ما بقتش الطالبه بتاعتك في الجامعه، انا مجرد بنت عاديه وجاي اقول لك على سر مهم جدا. بتقرب منه جامد كده وتقول له السر هو ان اصلا ما كنتش مهتمه بدرجه الامتحان بتاعتي وانت بقى فسرها زي ما تحب تفسرها. هو بيحاول يبعدها ولا لا ارجعي ورا ارجعي ورا. فبتقول انت كده هتضيع اهم فرصه في حياتك، وعشان طبعا هو سكران مش قادر يمسك نفسه فبيضعف وبيخش معاه في علاقه. بس هي في وسط الكلام بتقول له انا عايزاك تقطع كل هدومي، وبعدها كده بتحط ضوافرها في جسمه وتخربشه جامد جدا. بعد ما الحفله بتخلص كل واحد بقى بيروح بيته عادي، وتاني يوم هو بيقعد مع زميلته فبتفضل تتكلم معاه وتقول له انا مش متخيله مثلا لو حد اتحكم عليه بالاعدام واتعدم وبعدين طلع بريء هيطلعوا يقولوا ايه؟ هيقولوا احنا اسفين النظام طلع مش شغال، ده حاجه غبيه جدا واحنا لازم نوقف ده. بس هو ما بيردش عليها بيبقى سرحان مشغول مش مركز معاها خالص. فتقول له انت مالك هو ايه اللي حصل؟ لا بصراحه في حاجه غبيه حصلت امبارح. فبص له جاب بتقول له طيب استخدمت وسيله حمايه؟ فبص لها جاب بتقول له ايوه، وعارفه انك وانت سكران بالحاله دي اكيد غلطت مع واحده، بس هي مين بقى؟ حد من الطلبه اللي عندك في الجامعه؟ قال لها البنت اللي اسمها برلين. فبص له جا وهي مصدومه باللي بتسمعه بتقول له يا غبي يا غبي انت كده بتاكد الاشاعات اللي بتطلع عليك من الجامعه، لان انت عارف هما بيقولوا ان بالنفوس بتاعتك اللي في الجامعه انت اللي خليتها تتطرد عشان تستغل ده وتعمل معاها علاقه من غير ما تبقى هي الطالبه بتاعتك. انت غبي انت ضعيف للدرجه دي ومش قادر تمسك نفسك. فبتعصب عليها وبيقول لها انت مين عشان تحاكميني؟ وبعدين خلاص الموضوع خلص، وهي كمان بتعصب عليه وتعلي صوتها عليه. بس بعد كده خلاص هي بتقول له يلا عشان انت وراك مقابله ويلا نمشي. فعلا بقى لما بياخدوا بعضهم وبيروحوا المقابله في التلفزيون، هو المفروض هيقعد قدام محافظ بتاع تكساس عشان يدخلوا في مناظره قدام بعض عن قانون الاعدام. وفعلا الحلقه بتبدا وبطلنا بقى بيتكلم مع المحافظ بيقول له تعرف ان تكساس اكتر ولايه فيها مساجين وسجون في امريكا، واكتر ولايه فيها نسبه قتل، مع ان المفروض ان نظام الاعدام اللي انت عامله ده يخوف الناس ويقلل الجرايم، بس النظام ده مش شغال او محققش نجاح، فليه انت مستمر عليه؟ فالمحافظ بيرد عليه ويقول له يا حبيبي انت لازم تقرا الانجيل بتاعك، الانجيل بيقول ان العين بالعين والسن بالسن. فهو بطلنا بيقول له طب تمام بس غاندي قال ان الناس اللي بتستخدم مبدا العين بالعين ده بينتهي بيهم الحال ان هم بيبقوا عمي مش شايفين، ودوت بيبقى حاجه سطحيه جدا تفكير سطحي. فالمحافظ بيضحك وبيقول له هو في حد عاقل بيمشي ورا كلام غاندي؟ فوطننا بقى بيضحك وبيقول له بس الجمله دي اللي انت قلتها بالنص في الخطاب بتاع ترشحك للانتخابات، وبيحرجوا طبعا على الهوا. بس المحافظ بيبقى عايز يقلب عليه الترابيزه وبيقول له طب تمام عايزك تقول لي اسم شخص واحد من كل اللي اتعدموا هنا في تكساس يكون اتعدم وهو بريء، قول لي بس اسم واحد وانا اوعدك لو جبت لي الاسم ده انا هلغي نظام الاعدام ده كله بنفسي. طبعا بطلنا بيبقى قاعد قدامه مش عارف ينطق ولا اسم ولا حرف. فالمحافظ بيبص له ويقول له شفت بقى
بتخلص الحلقه على كده، وبيقوم المحافظ وبيسيبه وبيمشي. فلما بيخرج بقى مع زميلته بتعاتبه وتقول له انت اسلوبك في المناظره كان غلط، وانك اتكلمت بغرور وانانيه، وبتفكره بتقول له احنا محتاجين نفضل قريبين من الناس دي عشان التبرعات اللي الناس بتقدمها لينا في قضيتنا والمؤسسات بتاعتنا. فهو بيقول انا اسف بس اعصابي بقى فلتت مني. وفي لحظتها بقى بيدخل عليهم 2 ضباط، والبوليس بيقول له سياده الدكتور ديفيد جيل انت مقبوض عليك. فبيستغرب جاب ويقول له وهو بيتريق هو الكلام مع المحافظ دلوقتي بقى تهمه ولا ايه؟ فبيرد عليه ويقول له لا ده بتهمه اغتصاب. فبنرجع بقى تاني للحاضر في السجن، هو قاعد قصاد الصحفيه وبيشرح لها ان ازاي البنت دي قدرت تثبت التهمه عليه وتلبسه القضيه بالملي، لان الشرطه لقوا على جسمها خربشه واثار عضه منه، ولقوا هدومها متقطعه. عملت كل حاجه بخبث عشان تدبسه، وبعدين هربت وسافرت بره البلد بحجه بقى انها محتاجه تتعافى ونفسيتها مش مستحمله المواجهه. فالصحفيه بتساله طيب الاقي فين البنت دي دلوقتي؟ فقول لها ما اعرفش، بس وانا هنا في السجن جات لي رساله من سان فرانسيسكو مكتوب فيها ما تفكرش نفسك اذكى واحد، في اللي اذكى منك، وانا قلت لك قبل كده ان اي حاجه انا عايزاها اقدر اعملها، بس انا مش متاكد هل الرساله دي منها ولا لا. فجأة بقى بيخلص وقت الزيارة والحراس بيشدوه عشان يرجعوه زنزانته تاني، بس هو في آخر لحظة بيبص للصحفية بيقول لها ما تنسيش إن وقتي هنا خلاص بيخلص. بعدها بقى لما بتخرج بتتكلم مع الواد اللي هو المدرب اللي معاها، بيقول لها ايه رايك في الكلام اللي انت سمعتيه؟ حاسه ان هو بريء؟ فبتقول له بتتكلم في حوار البنت اللي اتهمته بالاغتصاب فممكن اكون حاسه ان هو بريء، وانا بس اللي مضايقني ان مراته ما وقفتش جنبه ولا سمعته وسابته كده محبوس لاكتر من اسبوعين من غير ما يسال عنه. انما بقى لو انت قصدك على التهمه الكبيره فما تنساش ان في 3 محاكم ايدت ان هو متهم فعلا في اغتصاب وقتل زميلته اللي في الشغل معاه، وده بالنسبه لي حاجه كافيه جدا تخليني مصدقه فعلا ان هو مذنب. فكل اللي انا عايز اعمله دلوقتي ان انا اجيب عنوان البنت دي من الجامعه عشان اعرف اوصل لها. هم بقى خارجين بيلاقوا ان الراجل الكاوبوي ده برضه لسه بيراقبهم كده من عربيته، ولما بيمشي وراهم. تاني يوم بقى بيروحوا هما الاتنين البيت بتاع بطلنا، وهناك بيلاقوا يافطه متعلقه كده مكتوب عليها بيت الموت، وبيخبطوا على الباب بيفتح لهم بنت كده شكلها غريبه عامله كده زي عبده الشيطان، بتقول لهم لو عايزين تدخلوا تاخدوا جوله جوه البيت كل واحد هيدفع $20. فبيستغربوا كده بس بيكتشفوا ان البيت اصلا اتحول لمتحف لاشهر قاتل ومجرم في المدينه. فبيدفعوا فلوس ويدخلوا وبيلاقوا ان مسرح الجريمه متساب زي ما هو، والادوات اللي استخدمت في الجريمه معروضه زي ما هي اكنه في متحف فعلا. تبدا بقى البنت تشرح لهم وتقول لهم ان ده الشريط اللي استخدمه عشان يقفل بقها، وده الكيس اللي كان حاطه على راسها، ودي كمان الكلبشات اللي كان بيربط ايديها عشان ما تتحركش. ومش هتصدقوا ان مفتاح الكلبشات ده اتلقى فين. فهي البنت الصحفيه بتقول لها اتلقى فين؟ فبتقول لها اتلقى جوه معدتها، لانه اجبرها انها تبلع المفتاح قبل ما يحط الكيس على وشها ويخنقها بيه. بتشاور لهم كمان على حاجه عامله زي الشمعدان، وبتقول لهم ان ده كمان استخدم في جريمه القتل. فبيخرجوا هما الاثنين من البيت وهم مصدومين، لان الادله دي كلها بتتاكد ان الجريمه فعلا كانت بشعه وكانت عشوائيه وان فيها تعذيب واغتصاب وقتل. فهم واقفين بره البيت بيلاقوا ان راعي البقر ده برده واقف، فهي بتنده على الولد بتقول له الراجل اللي قلت لك عليه هو امبارح واقف هنا تاني اهو، اكيد دي مش صدفه. بيقول لها يا بنتي دي بلد صغيره وكل الناس اللي فيها بتعرف بعض، اكيد يعني عادي ممكن تكون صدفه. فتاني يوم بقى بتروح تقابل بطلنا تاني في السجن وبتحكي له انها زارت مسرح الجريمه وشافت كل الحاجات اللي هناك. فبقول لها على فكره مسرح الجريمه ده معمول بالطريقه السقراطيه. فبيقول لها ايوه انها تتربط ويتحط مفتاح حريتها جوه بطنها عشان لما تموت تبقى عارفه ان حريتها جواها. قال لها ده بالظبط الطريقه السقراطيه، بس المشكله اللي محدش يعرفها لحد دلوقتي ان انا كنت كاتب مقاله زمان بشرح فيها طريقه القتل دي وخايف حد يعرف الموضوع ده. بعدين بقى هو بيسالها بيقول لها انت شفت الحامل الثلاثي اللي كان في مسرح الجريمه؟ بتقول له ايوه انا شفته. بيقول لها ان الحامل ده مفيش اي بصمات ليا عليه. عارفه ده معناه ايه؟ معناه ان في حد جه ودخل وعمل العمله دي كلها وحط الحامل ده من غير بصمات، مع ان انا بصماتي موجوده على كل شبر في البيت الا الحامل ده معمول مخصوص عشان يوصل لي رساله ان احنا اللي عملنا فيك كده وخليناك جوه السجن وانت عارف انك بريء بس مش عارف تثبت براءتك. فبتقول لي يعني انت عايز تفهمني انك ما عملتش كل ده؟ يمكن انت بتتوهم او بتتخيل ومفيش حد ولا حاجه من الناس دي. فبقول لها ركزي يا استاذه ركزي، انا واحد كنت ابرز عضو في المدينه بيدافع عن المحكوم عليهم بالاعدام، وبعد فتره بسيطه بقيت انا نفسي محكوم عليا بالاعدام. لازم تكوني ذكيه وتربطي الاحداث ببعض. فهي بتركز في كلامه وتقول له طيب انت شاكك في مين؟ في حد معين؟ فبقول لها لا دلوقتي انا مش شاكك في حد معين، بس انا عينت شخص هيعرف يدور عن الحد ده ويجيب اللي عمل فيا كده. فبتقول له مين؟ عينت مين؟ محقق خاص؟ فبقول لها لا عينت صحفيه شاطره. طبعا هي بتفهم من الكلام عليه. فهو بيكمل وبيقول لها واكيد انت اكتر واحده عارفه ان انا بريء. فبترد عليه بتقول له انا ما اعرفش انك بريء ولحد دلوقتي لسه مش متاكده من اي حاجه. فبنرجع تاني لفلاش باك وبنشوف ان مراته وهي واخده ابنهم وخارجه من البيت وراحت تركب عربيتها. فهو بيجي وراه ويقول لها عمرك شفت زوجين مبسوطين في حياتهم ينفصلوا بقرار محكمه؟ فهي بتقطع وتقول له لا ما تكملش كلامك، انا بعت لك ايميل ابقى اقراه. بتاخد ابنها وبتركب العربيه وبتمشي. فهو بيروح يقعد جوه الجامعه وبيفتح الايميل ويقراه،
ومراته بقى كاتبه له في الايميل ان هو خلاص الانفصال والطلاق ده هيبقى مفيد للكل، وان البيت كمان هيتباع. فيبقى قاعد مصدوم اللي بيقراه ده، بس بتخش عليه زميلته وتقول له الحزن اللي انت فيه ده مش هيصلح حاجه، بس انا جاي اقول لك ان تصويت حصل في مجلس الجامعه وخلاص هيفصلوك وهيعزلوك من شغلك. فبيسالها طيب روس صوت بايه؟ فبتقول له للاسف هو صوت ضدك. فهو بيرد عليها بيقول لها طب انت صوتتي ايه؟ قالت له اكيد صوتت معاك، مع ان ده حاجه ضد سياستي ومبادئي، بس انا وقفت جنبك. فهو بيسيبها وهو بيمشي وهو منهار، وبيروح يأجر اوضه في فندق رخيص ويقعد فيها لوحده. وبعدها بقى بياخد بعضه ويروح يقابل رئيس جامعه تانية عشان يطلب شغل. فهو بيقعد معاه بيقول له ايه رايك؟ فرئيس الجامعه ده بيرد عليه بيقول له سجلك والسي في بتاعك احسن حاجه انا شفتها، وبص كل حاجه فيك كويسه جدا، وانت راجل تتوزن بذهب وهتبقى اضافه لاي مكان هتروح. بس المشكله حتى مش في ادمانك للخمره اللي انت عمال تشربها دي، المشكله لما عينك عندي في الجامعه الاهالي والطلبه والمتبرعين هيقولوا ان عينت واحد مغتصب. فهو بطلنا بيقول له بس انا خدت براءه. فبيرد عليه رئيس الجامعه بيقول له الناس ساعتها هيقولوا ان كان معاك محامي شاطر، مش هيقولوا انك كنت بريء. قال له بس انا فعلا بريء، انا بريء فعلا. فرئيس الجامعه بيبص له ويقول له صدقني انت لسه جديد في عالم السياسه، والسياسه ما بتمشيش في الحاجات اللي زي دي والكلام اللي زي ده. بعدها بقى بيفضل يمشي في الشارع ويقول له يا افلاطون يا ارسطو بصوا كلامكم كله طلع في الفاضي، كل الحاجات اللي كنتوا بتقولوها طلعت في الفاضي، شوفوا حالي اهوت بعد ما قعدت سنين ادرس كلامكم مقتنع بالعداله بتاعتكم، كل ده طلع في الفاضي، تعالوا شوفوا بقى حالتي بقت عامله ازاي. بعدها بقى تاني يوم بيروح يقعد مع المحامي بتاعه وبيقعد يتكلم معاه بيقول له انا عايز اشوف ابني. فالمحامي بيقول له بحالتك دي وبادمانك للخمره ده مستحيل تشوف ابنك، انت لازم تروح جلسات المعالجه بتاعه المدمنين وتبطل عشان تعرف تشوفه. فيقول له ازاي يعني؟ انا هسافر اسبانيا واجيبه من هناك. فيرد عليه بيقول له صدقني الموضوع ما بيمشيش كده، انت لو سافرت بحالتك دي ممكن تخسر ابنك للابد وما تشوفوش تاني طول حياتك، لازم تصلح حياتك الاول عشان تعرف تشوف ابنك. فعلا هو بيقتنع بكلامه وبيروح اجتماع اللي هو مدمنين الخمره وبيحاول ان هو يصلح من نفسه. وبعدها بيروح مقابله شغل تانية والراجل قاعد قدامه بيقول له طيب يا استاذ ديفيد انا عايزك تقول لي 3 مميزات فيك عشان نقبلك تكون مدير اذاعه هنا. فيقول له 3؟ بيفضل قاعد قدامه كده ما بيعرفش يتكلم. بعدها تاني يوم بيروح يقابل زميلته في بيتها وبيخبط عليها بتفتح وبيكون هو لابس يونيفورم الشغل الجديد اللي هو شغال فيه، لان هو دلوقتي شغال في كافيه وبيعمل قهوه وبيقدم الطلبات دي. فهي بتقعد تضحك وتتريق عليه، فبقول لها بتتريق عليا؟ بتقول بالعكس انا مبسوطه ان حياتك بدات تتظبط شويه. بيخش البيت وبياخد باله كده ان في كتامات في ايديها وبيقول لها دي منين؟ قالت لا بس كنت برتب البيت وقعت. لا اوعى يكون راعي البقر اللي جوه ده هو اللي عامل فيكي كده. بتقول لا ما تشغلش دماغك. فعلا بيخش وبتقول له انا في قضيه جديده شغاله عليها دلوقتي، في واحده محكومه عليها بالاعدام دخلت السجن وهي عندها 17 سنه، محكومه عليها في قضيه قتل، بس انا عايز اثبت ان البنت دي كانت سكرانه وعايزين نثبت ده. بقول لها طب هي قتلت مين؟ فهي بتقعد تقول له لازم ندافع عنها وبتلبخوا في الكلام. فبيقول لها ما تلبخليش في الكلام، هي قتلت مين؟ فهي بتقول له هي قتلت ظابط. فهو بيقعد يضحك بيقول لها انت بتهزري، احنا مش عارفين نلغي حكم الاعدام على الناس العاديين، عايزه انت بقى تخش في قضيه زي دي واللي ميت مين؟ ظابط؟ فقالت له ده عندها 17 سنه انت متخيل؟ قال لها بس القضيه دي مستحيله. قالت له يعني انت مش هتساعدني؟ لا خلاص انا هساعدك. بيسيبها ويمشي ويرجع تاني للشغل بتاعه. تاني يوم بقى بيروح لزميلته في مكان شغلها وبيخش بيعرف انها في مكالمه دلوقتي مع حد مسؤول كبير في البلد. هو بيقعد كده يسمع المكالمه، هي بتقول له انا بجد متحمسه ان احنا نخش في القضيه دي. فالمسؤول ده بيقول لها صاحبك اللي بيبقى موجود معاكي ده اسمه ايه موجود؟ فبتقول له ديفيد. فبتقول له لا هو مش موجود معايا. قال لها كويس احنا مش عايزين ناس مغتصبين معانا. ويفضل بقى يقعد يشتم فيه ويقول الراجل ده مش كويس ومش تمام وراجل شمال. فديفيد طبعا بيبقى سامع كل ده فبيخرج من عندها متعصب جدا وعلى اخره. بعدها بيروح يكلم مراته وابنه في التليفون، بس اول ما مراته تعرف ان هو اللي بيتكلم تقفل السكه في وشه، فبتعصب اكتر ويفضل يسكر وحياته كلها خلاص بتبوظ اكتر من الاول كمان. تاني يوم الصبح زميلته بتبقى خارجه فبتتخض بتلاقيه قاعد قدام بيتها. فبتقول له هو انت كويس؟ فبيقول لا انا مش كويس، انا اذيت نفسي، انا خلاص حياتي كلها بتبوظ وبتنهار. فهي بتهديه وبتقول له خلاص تعالى بس خش جوه. وهو بيخش يقعد يهلفط بالكلام ويقعد يقول شفت حالي بقت عامله ازاي وشفت ان الدنيا كلها مقفوله في وشي. فهو ما بيقعد يتكلم كده ما بيلاقيش انها بترد، فبيستغرب كده بيندى عليها برضه مش بترد، لحد ما بيقوم بيلاقي انها واقعه على الارض ومغمى عليها. فبسرعه بياخدها للمستشفى وبيفضل يزعق في الدكاتره شوفوا يا مالها محدش جه جنبها ووقعت مره واحده، شوفوا يا مالها، لحد ما الممرضين بيقولوا خلاص بس اتفضل استريح واحنا هنشوف يا مالها. بعد فتره طويله بتخرج له الدكتوره وتلاقيه ان هو نايم، فبتصحيه من النوم وتقول له انت كويس يا استاذ؟ فبيقول لها مش مهم انا، بس هي حالتها عامله ايه دلوقتي؟ فبتقول له هي كويسه بس انت عارف ان المرض بتاعها ده محتاج علاج منتظم. فهو بيقول لها مش فاهم حاجه، مرض ايه؟ قالت له اللوكيميا اللي هي عندها. فبيقول لها لوكيميا ازاي يعني؟ بتقول له هو انت ما تعرفش؟
وعشان يعني تكون في الصوره، اللوكيميا دي باختصار هي سرطان الدم، مرض خبيث اللي هو بيجي للانسان. فهو ساعتها بيتصدم لانه ما كانش يعرف حاجه زي دي. فساعتها بقى بنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف بطلنا هو عمال بيعيط قدام الصحفيه، بيكمل كلامه بيقول لها انا لحد دلوقتي مش مصدق انها ماتت وسابتني، مشت وسابتني، ده كانت اكتر شخص قريب ليا في حياتي، ودي كانت اكتر حد بيفهمني. الصحفيه قاعده قدامه متعاطفه جدا معاه، شايفه ان قد ايه فعلا هو حزين على صاحبته اللي ماتت، بس في نفس الوقت بتفكر ازاي شخص متاثر قوي كده يكون هو اللي قتلها وعمل فيها كده. فبتقول له طب هي ما قالتلكش ليه من زمان انها كانت تعبانه؟ لا، لما سالتها نفس السؤال ده قالت لي ان ما كانش عندها وقت تقول عشان ما اشغلش بالك معايا. ساعتها بقى الزياره تنتهي والصحفيه بتخرج للولد اللي معاها، بتقول له ايه عملت ايه؟ فبيقول لها كل الابواب مقفوله، كل القضاه مقتنعين ان حكم الاعدام خلاص هيتنفذ ومفيش اي تخفيف هيحصل، حتى المحامين كمان واقفين مع القرار ده ومأيدينه. قالت له طب البنت اللي هي برلين عرفت توصل لها؟ لا ما عرفتش اوصل لها خالص. قلت له طب تمام تعالى نمشي يلا. فهم بيروحوا الفندق اللي هم ساكنين فيه، وكل واحد بقى بيجي يخش اوضته، بس هي بتندع على زميلها وبتقول له تعالى تعالى بسرعه الباب بتاعي مفتوح. قال لها ممكن البنت اللي بتنظف نسيه مفتوح ولا حاجه؟ قال له لا تعالى بس بص. فبيجي يبص يلاقي الباب بتاعها مفتوح ومسنود باللزق اللي كان مستخدم في الجريمه. فبيخش الاوضه بالراحه وبيلاقوا ان في شريط فيديو متعلق في السقف، فبيخافوا طبعا اللي هو ايه ده حد بيلعب بينا ولا ايه. فبيقول انا هكلم الشرطه. قالت له لا لا استنى انا هخش اشوف الحمام. فبتخش بالراحه كده تدور لا يكون في حد مستخبي في الحمام، بس ما بتلاقيش حد. هو الولد ساعتها بيندع عليها بيقول لها بصي شريط الفيديو، فبتاخد بالها ان اسمها اصلا مكتوب على شريط الفيديو ده، يعني هو مبعوث ليها هي. فبتبعت الولد بسرعه يروح يجيب حاجات من الريسبشن، فهو فعلا بيروح الريسبشن وبيجيب الجهاز اللي هو بيشغل الفيديو ده، وبيجي يشغلوا الفيديو بيلاقوا جوه الفيديو ده الست اللي المفروض انها ماتت، بس هي كانت متكتفه ومحطوط على وشها كيس وعريانه خالص وعماله تتألم وهي في المطبخ، والفيديو بيخلص على كده. طبعا الصحفيه ساعتها بتنهار وهي بتشوف المنظر ده والست كانت بتتألم قدامها، فبتخرج بره الاوضه وتقعد تعيط. فبيجي بقى الولد وبيقول لها وانت كويسه؟ قالت له انا مش كويسه خالص. تاني يوم بقى وده خلاص اليوم الاخير في المقابله، يعني اليوم اللي بعده هيكون تنفيذ الحكم الاعدام. الصحفيه بقى بتقعد مع الولد في الكافيه، فهو بيقول لها طب مش ممكن يكون الحزب اليميني هو اللي عمل كل ده عشان يسكتوه وبعتوا لك التسجيل لانهم عارفين ان هنا في تكساس مفيش محاكمه بتتعد، فكده كده الشريط ده مش هتقدري تستفيدي منه بحاجه، وهم اللي دبروا الجريمه دي كلها. فهي بتقول له كلامك منطقي جدا، بس هم مش عاملين كل ده عشان يقتلوا الست، هم عاملين كل ده عشان يعذبوا ديفيد. بيسالها طب وليه يعذبوه؟ قالت له عشان يطلع بالصوره زي دي واحد مغتصب وقاتل، محدش هيصدقه بقى بعد كده في اي كلمه كان بيقولها، وساعتها يقدروا يسكتوا كل المناظرات والجمعيات اللي هو كان عاملها عشان بيدافع عن الناس المحكوم عليهم بالاعدام، وعشان يقولوا للعالم شوفوا الراجل اللي كان بيدافع عن المجرمين اهو طلع في الاخر قاتل ومغتصب. قال لها بس ده حاجته كتير قوي عليه. قالت له بالظبط هو ده اللي هم عايزينه. فبتروح بقى تقابل المحامي بتاع بطلنا وفي المكتب بتاعه وتديله شريط الفيديو، فهو ساعتها بيقول لها شريط الفيديو ده ممكن يكون ملوش اي لازمه، يعني حرفيا ممكن حد ب 20 جنيه اجار واحده ويعمل فيديو زي ده لان وشها مش باين في الفيديو. فهي بتقول له بس الشريط ده اتحط في الاوضه في الفندق بتاعي، في حد دخل وحطه. لا تمام كلامك مظبوط، بس هل معاك دليل ان في حد دخل وحطه هناك؟ فهي ساعتها ما بتعرفش ترد. قال لها كل اللي نقدر نعمله ان احنا ننشر الفيديو ده اكنه اتسرب، لكن غير كده ما نقدرش نعمل حاجه. فبتسيبه وبتخرج، بس بعد ما بتخرج بتفتكر ان هي نسيت الجاكيت بتاعها، فبترجع تاني، بس ساعتها بتلاقي الراجل اللي هو الكاوبوي طالع في الاسانسير المحامي. فبتستغرب قوي بتجري على صاحبها وبتقول له انا شفت الراجل الكاوبوي هنا اكيد له علاقه بالموضوع وانا حاسه بكده، عايزاك تراقبه وتسجل رقم عربيته وتشوفه هو بيروح فين وبيجي منين، وانا هروح بتاكسي اقابل ديفيد جيل. وساعتها هي بتروح لبطلنا وقالت له انا حاسه انك بتخبي عليا حاجات كتير، الراجل الكاوبوي ده كان عند المحامي بتاعك وانا شفته كتير، مين ده؟ قال له هو راجل طيب بس الكراهيه والغضب هم اللي بيسيطرين عليه، كان قريب جدا من زميلتي، يعني تقدروا تقولوا ان هم كانوا قريبين من بعض الزياده وعايشين سوا، كان بيشارك معاها في الحملات والمظاهرات اللي هي بتعملها لانه اصلا راجل من صغره هو بيدافع عن حريات الانسان والكلام ده. فهي بتقول له يعني هو في المحكمه بقى شهد ضدك ولا معاك؟ قال لها هو شهد ضدي بس ما اقدرش اقول لك انه ضدي قوي، يعني هو بس قال لهم اني كنت شارب كحول كتير عشان يخفف من العقوبه بتاعتي، بس هو من جواه مقتنع ان انا اللي قتلتها. فقالت له ممكن يكون شاهد شهاده زي دي عشان انت كمان كنت قريب من زميلتك دي وبتروح تقابلها. لا 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 بس انا وهي ما كناش بينا علاقه. قالت له انت بتشتغلني يا استاذ ديفيد، السائل بتاعك كان جواها. فهنا بقى بنرجع لفلاش باك وهو بيحكي وبنشوف ان ديفيد وزميلته واقفين في مظاهره بيحاولوا يمنعوا اعدام البنت اللي هي عندها 17 سنه، عاملين يهتفوا ويقولوا ان حرام تموتوا بنت صغيره زي دي، بس للاسف بعدها بكام يوم حكم الاعدام بيتنفذ فيها فعلا ولكنهم عملوا اي حاجه. ولما بيوصل لها الخبر ده بتتعصب وبتنهار وبتقول للناس اللي كانوا حواليها كل اللي بنعمله على مدار السنين دي كلها ملوش اي لازمه، مفيش شخص واحد من اللي احنا حاولنا نقف جنبهم وندافع عنهم حكمه اتخفف، كلهم في الاخر اتعدموا. لحد ما بتروح البيت وديفيد بيجي لها وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وهناك بقى بتبدا تفضفض له وبتقول له ان كان نفسها تعيش حياه زي الناس وان الشغل كان واخد كل حياتها، وكان نفسها يبقى عندها اطفال وتجرب الحب والمشاعر دي كلها. في اللحظه دي بقى ديفيد بيقرب منها تحصل بينهم علاقه، ولما بيطلع عليهم الصبح الراجل اللي هو الكاوبوي بيجي البيت وبيتفاجئ ان بطلنا قاعد قدام بيتها.
فبيفهم على طول ان كان بينهم حاجه سوا حصلت امبارح. ساعتها بقى بطلنا بياخد بعضه وبيمشي بسرعه. في نفس اليوم بالليل هو نايم في عربيته، في الشرطه بتخبط على ازاز العربيه بتاعته وبيقبضوا عليه لان خلاص الجريمه حصلت. وهنا بقى بنرجع للوقت الحاضر تاني. الصحفيه ملامحها بتتغير بتقول له يبقى هو الراجل الكاوبوي ده هو اللي قتلها، هو الوحيد اللي عنده الدافع، هو جه وشافكم وعرف انكم كنتم بايتين سوا واكيد خمن ان حاجه حصلت ما بينكم، هو اللي عمل ده. فبيرد عليها بطلنا وبيقول لها صدقيني لو كنت متاكد من حاجه زي دي ما كانش زماني قاعد معاكي هنا ودلوقتي وبنتكلم. فهي بتقول له طب انا محتاجه وقت، محتاجه وقت اكتر من كده عشان اقدر اثبت الكلام ده. فبيرد عليها بيقول لها خلاص ما بقاش في وقت، وبعدين اصلا مش جايبك هنا عشان تنقذي حياتي، انا جايبك عشان تنقذي سمعتي، عشان ابني لما يكبر ما يعرفش ان ابوه اتعدم في تهمه بشعه زي دي. فهي بترد عليه بتقول له بس انت كده هتخليهم يقتلوك، انت كده هتخليهم ينتصروا عليك. بقول لها كده كده كلنا هنموت، محدش هيقدر يوقف الموت، مش ده اللي يهمنا، انا اللي يهمني بس ان انا عارف بكره هتعدم امتى، بس ما اعرفش هتعدم ليه. فانت قدامك 24 ساعه من دلوقتي تكتشف الحقيقه كامله، ويلا بقى مع السلامه. وفعلا وخلاص ساعتها بيودعها عشان دي اخر مقابله ما بينهم، وبكره يتنفذ حكم الاعدام. وهي بتمشي من عنده وهي منهاره عكس اول يوم جيت فيه وهي مقتنعه 100% ان الشخص ده قاتل ومغتصب. فبتروح الفندق اللي هي ساكنه فيه وبتلاقي ان المحامي بتاعه هناك، فبيقول لها ان هو حاول يتصرف بشوط الفيديو اللي هي ادته له بس ما عرفش، لان ساعتها الناس قالوا لي زي ما انا قلت لك ان هو ممكن يبقى حاجه رخيصه ورديئه مصنوعه في البيت. فبيسالها المهم يعني هتحضري الاعدام بكره؟ قالت له اه هحضر. هو ماشي، هي بتساله سؤال وبتقول له هو الراجل الكاوبوي هو والبنت اللي ماتت كانوا قريبين من بعض؟ لا اه طبعا كانوا قريبين من بعض جدا. قالت له يعني كان واحد وحبيبته؟ قال لا 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 دماغك راحت بعيد، ما كانوش كده خالص، هما كانوا بس اصحاب قريبين من بعض جدا. فهي بتخش جوه اوضتها وبتشغل شريط الفيديو تاني اللي كان وصل ليها وبتراجع كل حاجه في مسرح الجريمه، كل حاجه لحد ما اليوم الرابع بيجي خلاص هو يوم تنفيذ الاعدام. فهي الصحفيه دي اول ما بتصحى من النوم بيجي في دماغها فكر، فبتاخد الواد اللي معاها وبتقول له تعالى بسرعه معايا، وبيروحوا البيت اللي هو مسرح الجريمه، بيخشوا على البنت اللي ساكنه هناك. وهي بس ساعتها الصحفيه بتقول لها انا هديكي $100 بس تنفذي اللي انا هقول لك عليه بالظبط. فعلا بتخش وتجيب معاها كاميرا وبتسجل فيديو زي الشريط اللي كانت شافته بالظبط، وقعد تدي بقى توجيهات للبنت وتقول لها انا عايزاكي تنامي كانك جثه، وتجيبي لزق تحطيه هنا والكربشات تحطها هنا، وقعدت تظبط مسرح الجريمه كله. وبعدين نادت على الولا وقالت له بص كده انا شغاله فيديو الحقيقي، بص بقى هنا الفرق بين هنا وهنا. في الثانيه دي الضحيه حركت رجلها وعدلت وضعيتها، انت بقى مش واخد بالك من حاجه؟ فهو بيقول لها انها مش بتعاني. قالت له بالظبط واحده مخنوقه بكيس ومربوطه اكيد هتقعد تعاني او تحاول تصوت، في حاجه غلط هنا. قال لها ممكن تكون عملت نفسها ماتت عشان القاتل يسيبها ويمشي. قالت له ممكن، بس المفروض ان واحده في وضعها ده تعاني وتفضل تصرخ، مش تبقى مستسلمه كده وخلاص كانها فعلا ماتت. في نفس اللحظه دي المحامي بتاع بطلنا بيخش عليه بيقول ان القاضي خلاص حدد الوقت اللي هيتعدم فيه النهارده وهم جاهزين وبيحضروا كل حاجه. والناحيه التانيه عند بطلتنا بتقول لزميلها انا هعمل انا التجربه بنفسي، عايزاك تظبط ساعتك على 3 دقايق بالظبط مش اكتر ولا اقل. بتروح عند مسرح الجريمه وبتحط الكيس على راسها وبتلفه باللزق وبتكلبش ايدها ورا ظهرها وبتنام على الارض في نفس مكان الجريمه. وبعد ثواني معدوده بتبدا تعاني وتحاول تشد نفسها وتتحرك وهي مش قادره، وخلاص بقى بتطلع في الروح. فالولد بيجري عليها بسرعه بيقطع الكيس بالله خلاص بقى كفايه التجارب اللي انت بتعمليها دي. بس ساعتها هو بتنهج وتقول له هي اللي عملت في نفسها كده، هي اللي موتت نفسها. فبقول لها فهميني كل حاجه، ازاي بقى هي اللي موتت نفسها؟ قالت له هي اللي حطت الكيس ولفته على دماغها باللزق واستخدمت قفازات المطبخ عشان مفيش اي بصمات تبان. واللي اثبت النظريه دي ان القفازات كانت محطوطه في مكانها الطبيعي على الرخامه، لو واحد قاتل ما كانش هيهتم وكان هيرميها في اي حته في الارض. لا تمام انا معاكي، طب الكلبشات ايه لازمتها؟ تقول له الكلبشات دي عشان الانسان غريزيا ما بيقدرش يخنق نفسه، بيفك نفسه على طول، فهي كلبشت ايدها عشان ما تقدرش تفك الكيس خالص. فهو لا انا مش فاهم بصراحه نظرتك دي خالص، انت عايزه تفهميني ان واحده بتزيف موتها وتسجن وتورط راجل بريء هو اصلا اكتر حد كانت هي بتحبه وصاحبها؟ فانا مش فاهم ده راجل بريء ليه هي عايزه توصله لكرسي الاعدام؟ فهي ساعتها بتقول له بالظبط هي دي الاجابه، هي عايزه توصله لكرسي الاعدام عشان لما يتعدم يطلعوا يقولوا ان النظام فاشل وما بيرحمش وان راجل بريء اتعدم ظلم، فتثبت قضيتها اللي هي قعدت حياتها كلها بتحارب عشانها، النظام الاعدام ده فاشل. فاهم ولا لا؟ هو مش مقتنع بكلامها. بيقول لها يعني معقوله واحده تعمل كل ده عشان كده بس؟ قالت له ايوه بالظبط، فكر فيها، الحمل الثلاثي اللي كان محطوط عليه الكاميرا ليه محطوط؟ يعني اكيد حاجه زي دي محطوطه عشان كان في كاميرا محطوطه وبتسجل كل ده. فقال له طب تمام فين بقى الشريط؟ قالت له اكيد عند الراجل اللي هو الكاوبوي اللي بيراقبنا من ساعه ما جينا هنا، واكيد شخص زي ده هي تستأمنه على حاجه خطيره زي دي. فساعتها بيروحوا بيته وبيلاقوا ان هو قاعد جوه ما بيخرجش. فهي بتقول للولد اللي معاها انا متاكده ان الشريط ده عنده جوه،
وهم هيخرجوا الشريط دوت اول ما ديفيد يتعدم، عشان يقولوا للناس شوفوا النظام فاشل وهو اتعدم شخص بريء. اصل لو الشريط ده ظهر دلوقتي قبل ما يتعدم كل حاجه هتبوظ والقضيه هتبوظ منهم، فهي اكيد موصيان الشريط ده ما يطلعش الا بعد ما ديفيد يتعدم ويموت. فبقول لها طب تمام هنخش بقى ناخد الشريط ازاي؟ بتقول له انا عندي خطه. وساعتها بيتفقوا على الخطه ان الولد ده هيروح لمحطه البنزين ويتصل بالراجل اللي هو الكاوبوي ويستدرجه بره البيت، وهي تخش تفتش وتلاقي الشريط. وبيعملوا كده فعلا، هي بتخش البيت بقى وتقعد تفتش وتدور في كل حته لحد ما في الاخر بتلاقي ظرف مكتوب عليه ان الشريط ده يروح للصحفيه. بتاخده وبتشغله على طول وبتلاقي ان نظريتها طلعت صح 100%. في الشريط بنشوف ان الست اللي ماتت ديت وهي بتربط ايديها بالكلبشات وبتحط بنفسها الكيس على وشها وتظبط اللزق، بتقلع كل هدومها خالص وبتنام على الارض. وبيظهر الراجل الكاوبوي برضه في الشريط وهو بيظبط وضعيتها على الارض، فبتفضل تعيط من الصدمه اللي هي شايفاه. في اللحظه دي الولد بيجي لها البيت وبيقول لها ان الكاوبوي ما جاش بحطه البنزين. بتقول مش مهم يلا بسرعه ناخد الشريط ونلحق الاعدام. ما بقاش غير نص ساعه بس، بياخدوا الشريط وبيجروا بسرعه عشان يلحقوا الوقت. بس ساعتها بيبقى الراجل الكاوبوي اصلا قاعد مراقبهم طول الوقت قدام البيت عنده. والناحيه التانيه بقى بنشوف ان خلاص بطلنا بياكل وجبته الاخيره وبيخش ياخد اخر دش ليه وهو بيستعد للاعدام. في نفس الوقت بطلتنا راكبه العربيه بتجري باقصى سرعه، بتقول للواد اللي معاه انزل بسرعه، عايزاك تتصل بالمحافظ، اتصل بالقضاه، اتصل باي حد خليهم يوقفوا حكم الاعدام ده. بتكمل هي بالعربيه الوحيده لحد ما العربيه بتعطل بيها لان فجاه البنزين بيخلص، فبتنزل وبتجري على رجليها وهي ماسكه شريط الفيديو في ايدها، نفس المشهد اللي بدانا بيه الفيلم في الاول. بتجري في الشارع عشان تحاول تلحق تمنع الاعدام ده. وقدام السجن بقى اللي هيتنفذ فيه الحكم بقى فيه مظاهرات بين الناس، ناس معترضين على عقوبه الاعدام وناس تانية مؤيدين وعمالين يتخانقوا، واللي يقول ده واحد مغتصب وقاتل ويستاهل الموت، واللي يقول يتعاقب بس ما توصلش ان هو يتعدم. بعد كل الجري ده بتوصل فعلا قدام باب السجن، بس للاسف بتلاقي ان مدير السجن طالع وبيعلن الاعلام ان ديفيد جيل تم اعدامه خلاص، واعلن وفاته الساعه 6 و12 دقيقه بالظبط. ساعتها بتمسك شريط الفيديو وتقعد على الارض وهي بتعيط لان هي خلاص خسرت القضيه، مع ان في ايدها الدليل على براءته. بعدها بقى المشهد بيتنقل لفتره وبنشوف ان الراجل الكاوبوي ده واقف في المطار وبيقابل محامي بطلنا. فالمحامي بيدي له جواز سفر واوراق وبيقول له انا جهزت لك كل حاجه، لازم تسافر وتختفي فورا لان الاخبار كلها بتتكلم عليك دلوقتي اللي انت كنت مشارك معاها. لان ساعتها بنشوف ان الاعلام والبرامج كلها بقت بتتكلم ان الست اللي ماتت دي طلعت اللي هي انتحرت وعملت الخطه دي كلها بمساعده الراجل اللي هو الكاوبوي ده، وان ديفيد جيل اتعدم ظلم. وفعلا النظريه ثبتت والنظام طلع فاشل ومش شغال، وفعلا ان ديفيد كان بيكافح طول عمره عشان يثبت ده، وان كلامه طلع صح هو والبنت اللي ماتت. والاعلاميين ساعتها بيطلعوا في التلفزيون بقى يقولوا ان ديفيد جيل كان معاه حق، النظام مش شغال، واحده انتحرت ولبست القضيه لواحد بريء، والنظام ادى اعدام ونفذه فعلا. في الناحيه التانيه بقى الراجل الكاوبوي بياخد اوراقه وبيهرب بره البلد، بس ما طلعش بيهرب، هو كان مسافر اسبانيا لمرات بطلنا وابنه، وبيسيب لهم على الباب شنطه وبيمشي. جوه الشنطه بقى بتطلع ان في فلوس ورساله كان كاتبها لهم، بيقول لهم بقى في الرساله ان خلاص العالم كله دلوقتي عارف ان ديفيد جيل راجل بريء وملوش ذنب في اي حاجه من اللي حصلت دي. في نفس اللحظه دي برضو بطلتنا الصحفيه بيجي لها طرد، ولما بتفتحه بتلاقي ان الطرد ده جاي من ديفيد جيل قبل ما يتعدم. بعت لها رساله ولعبه ابنه اللي كان محتفظ بيها، وكاتب لها في الرساله ان هتلاقي مفتاح الحريه موجود جوه. بتستغرب شويه بس بتفهم ان اكيد في حاجه جوه اللعبه، فبتقعد تفتح اللعبه دي وتفككها، فبتلاقي جواها شريط فيديو، فبتجري بسرعه على اوضه وتقفل على نفسها وبتشغل شريط الفيديو ده. وهنا بقى بتشوف الصدمه لان جوه الشريط ده بتظهر الست وهي ميته ونايمه على الارض، والراجل الكاوبوي ده كان بيظبط وضعيته وبيمشي. بس فجاه بيظهر في كادر الكاميرا بطلنا ديفيد نفسه واقف وكان معاهم في الاوضه، بيقرب منها وبيوطي وبيودعها وبيبص للكاميرا نظره اخيره بعدين بيقفل الفيديو. والصدمه بقى هنا ان هما الثلاثه كانوا متفقين ومخططين للخطه دي سوا من الاول خالص. ديفيد بالنسبه له ان حياته خلاص اتدمرت ومبقاش ليها معنى، العالم كله شايف ان هو مغتصب رغم ان المحكمه برأته من القضيه بتاعت الطالبه دي، ومراته سابته وخدت ابنه ومشت. وعلى الناحيه التانيه بقى زميلته اللي كان عندها مرض خبيث وفي اواخر ايامها وخلاص هتموت، وانها اصلا قضيتها اللي كانت شغاله عليها طول حياتها خسرانه، كل قضيه كانت بتخش فيها بتخسر. والتالت اللي هو الراجل الكاوبوي اللي هو اصلا كان اكتر واحد ناشط ومؤمن بحقوق الانسان، فهم التلاتة اتفقوا على الخطة دي وظبطوها سوا عشان لما الاتنين يموتوا يسيبوا رسالة للعالم كله ان نظام عقوبة الاعدام ده نظام فاشل وممكن يظلم ويموت ناس ابرياء. وقبل بقى ما اختم معاكم خلاص الفيديو، عايز اقول لكم على حاجة، ان الفيلم ده فيه بلوت تويست حلو جدا والتمثيل كان جميل وكل حاجة، بس كفكرة الفيلم انا مش متفق معاها تماما. انا شايف ان هو من قتل يقتل، دي حاجة بقى موجودة عندنا في الاديان وهي دي العدالة الحقيقية، ان هو من قتل يقتل وان العين بالعين فعلا. فبس كده ده كان فيديو النهارده، عايز اعرف رايكم، هل توقعتوا البلوت تويست ده من نص الفيلم
ولا اتفاجئتوا بيه؟ لان انا بصراحه بحب جدا الناس اللي منكم اللي بيخش في نص الفيديو ويكتب لي انا توقعت البلوت تويست هيحصل فيه كذا وكذا في الاخر، وفي منهم فعلا اللي بيطلع صح وفي منهم اللي بيطلع غلط، فبفرح بالحركه دي بصراحه. وبس كده، سلام.